سلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبأحوال طيبة. نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ملوي ساهل ماهل، كيجي مورق من الداخل ومقرمش من البرا، سهل في التحضير ديالو، ما كيحتاج منكم بزاف ديال المجهود ولا تبقاو تدلكوا فيه ولا حتى شي حاجه. يعني دغيا ممكن تحضروه بكميه كثيره وكيجيكم رائع. كيف ما كتشاهدوا في الفيديو راه كيجي كله مورق، ورقه على ورقه، وكيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف. واللي ذاقوا عندكم غادي يسولكم شنو دايرين في هذا الملوي، حيت فعلا كيجي رائع في المذاق ديالو. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا انا حضرت واحد الكميه اللي قليله، نتوما الا بغيتو ديروا الكميه كثيره ممكن تضاعفوا كميه ديال الدقيق. بالنسبه لكميه الدقيق اللي احتاجيت انا درت هنا 500 غرام ديال الدقيق الفورس مع 250 غرام ديال الدقيق الفينو. بالنسبه للعبار بالكاس العنبه كديروا 5 الكيسان ديال الدقيق الفورس مع 2 كيسان ونص ديال الدقيق الفينو. وممكن تعبروا حتى بزلافه كبيره او صغيره، المهم نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو. الفورس كيكون كتر من الفينو. صافي هنا من بعد كنضيف معلقه صغيره ديال الملحه، وغنضيف كذلك معلقه صغيره ديال السكر، صافي هنا من بعد غادي نضيفو راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. هنا ما تكثروش الخميره الفوريه، ديروا غير شويه، غير راس معلقه صغيره. ولا كنتو دايرين كيلو ديال الدقيق ديروا ديك الساعه نص معلقه تكون ما عمرش. هنا من دايره نص كيلو ديال الدقيق اللي هو 500 غرام كندير ليه غير راس معلقه صغيره كافيه لهاد الملوي. صافي هنا كنخلط هاد المكونات كاملين مزيان، ومن بعد غنجمعوا العجين ديالنا بشويه ديال الماء يكون دافي. هنا العجين ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه بزاف، يعني خصها تبقى مطلوقه واحد شويه، كتلصق واحد شويه، غير ما خصهاش تكون ثاني مطلوقه بزاف باش ما يعذبكمش هذاك الملوي ويجيكم مزيان. وما خصهاش تكون قاصحه. هنا بالنسبه للكميه ديال الماء راه كنت كنعبر لكم هنا بالكاس ديال العنبه شحال من كاس درت، غير هو راه كل واحد على حسب الدقيق ديالو. كاين اللي الدقيق تيشرب، كاين اللي ما كيشربش. المهم راه كلشي كيعرف يعجن العجينه. انا صورت لكم غير واحد المقيطع. صافي ومن بعد راه غادي نوريكم العجين كيفاش كتولي. راه كنخليها كتجي مطلوقه واحد شويه، ماشي ثاني بزاف باش يجيني ملوي هو هذاك. وما خصهاش تكون قاصحه، يعني بقاو تضيفوا الماء غير بشويه بشويه حتى كتجمعوا العجين ديالكم. صافي هنا العجين ديالي من بعد ما جمعتها كتجي على هذا الشكل. هنا راه واخا تشوفوها هكا راه مطلوقه ورطيطبه، ما دلكتها ما حتى شي حاجه. هنا غير جمعوا العجين ديالكم. صافي من بعد كتحطوها على هذا الشكل في القصريه او في اي اناء عندكم، وكتغطيوها بالسلوفان، وكتخليو هذيك العجين تدلك راسها براسها على حسب الوقت اللي عندكم. كنتو مزروبين خليوها غير 10 ديال الدقائق. كنتو مثلا عندكم شي حاجه اخرى كتخديوها يعني خليوها 20 دقيقه وسيروا قديو داكشي اللي بغيتو تقديو. قد ما خليتوها كترتاح يعني كتولي ديك العجين تجي تعطيكم الطوع وكتجي زوينه بزاف. هانتوما شوفوا ما شاء الله من بعد ما دازت 10 دقائق العجينه هانتوما دلكات راسها براسها. شوفوا العجينه كيفاش جايره، هانتوما راه باقي كتلصق، راه ماشي قاصحه ولا شي حاجه، هنا راه كتلصق العجينه. صافي هنا من بعد ما دازت 10 دقائق كتعاودوا ديو هذيك العجينه تديوها وتجيبوها على هذا الشكل. يعني ما كتدلكوها ما والو، هي كديوها وتجيبوها. صافي ومن بعد كنعاود نغطيها وكنخليها واحد 10 دقائق اخرى ولا 15 دقيقه على حسب الوقت اللي عندكم. يعني كنتو مزروبين كتخليوها 10 ديال الدقائق، وغادي تشوفوها كيفاش كتولي. راه كتعطيكم واحد الطوع، كتولي العجين بحال دالكينها، كتجي زوينه بزاف. صافي هنا من بعد ما دازت واحد 10 ديال الدقائق شوفوا ما شاء الله العجين كيفاش ولات بحال تقولوا دلكتها بيدي. هانتوما شوفوا ما شاء الله دلكات راسها براسها. هانتوما شوفوا ملي كنجر العجين كيفاش كتبان مدلوكه مزيان، كتجي عاطيه الطوع، كتجي زوينه بزاف. صافي هنا بالنسبه للعجين ديالنا غندهنوا الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، ومن بعد غنبداو نقطعوها بالاحجام اللي بغينا. هنا انا كندير الاحجام كيجيو بين وبين، ماشي صغارين بزاف وماشي كبارين، يعني القياس اللي كيعجبني. نتوما ممكن ديروهم كبار او صغار الاحجام اللي بغيتو. صافي هنا كندهن الصينيه ديالي هنا بشويه ديال الزيت، وكنبدا كنقطع في العجين ديالي. الناس اللي بغاو يخدموا هذا الملوي مثلا وبغاو يبيعوه ضروري خصكم تصعبروه في الميزان باش يجيوكم قد ويجيوكم قادين. انا هنا كندير عيني ميزاني، واللي بانت لي كبيره كنعاود نقص منها شويه. كيف ما شفتوا العجين راه
كتجي عاطيه الطوع، كتجي رائعه، وراه كيبانوا فيها الفقاعات. راه غنبين لكم نيت الفقاعات اللي طالعين في هذا العجين. يعني بلا دليك بلا حتى شي حاجه، كدلك راسها براسها، وكتجي واحد العجين اللي ناجحه كتعطيكم الطوع، وكيبان لكم في العجين ديالكم كلها فيها هذوك الفقاعات. كتجي العجين خطيره بزاف. جربوا هذا الملوي وغادي تشوفوه. هانتوما راه كنوريكم هنا الفقاعات كيف ما شفتوا. بالنسبه للناس اللي باقي ما شاركوش معايا في القناه ديالي، هبطوا دابا واشتركوا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونوش باللايكات ديالكم وبالكومونتات ديالكم الزوينه فضلا وليس امرا. صافي انا من بعد ما قطعت العجين ديالي كامله، كندهن هذيك العجين كندهن الوجه ديالها بشويه ديال الزيت. صافي من بعد كنغطيها بالسلوفان وكنخليها ترتاح، ومن بعد كندوز باش كنقادو واحد الخلطه العجيبه اللي كتخلي هذا الملوي كيجي مورق من الداخل ومقرمش من برا وكيجيكم رائع بزاف. هنا بالنسبه لكميه الزبده اللي احتاجيت ليها، خديت 250 غرام ديال الزبده ديال الدا، قطعت منها غير قل من النص. المهم انا استعملت الزبده ديال الطوريق، هي اللي كتخلي هذا الملوي كيجي مورق وزوين. وحتى هاد الخلطه اللي كنستعملو هي اللي كتخليه كيجي مورق بزاف وكيجي زوين. انا استعملت جوج معالق ونص كبار ديال الدقيق الفينو، ومعلقه ونص كبيره ديال الدقيق الابيض. صافي كنجيبو واحد الفوي وكنخلطوا هاد المكونات حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. هاد الخلطه بصراحه غير جربوها، لا في الملوي لا في المسمن، راه زوينه، كتخليه كيجي مقرمش وكيجي مورق وكيجي زوين. وغير تبعوا الفيديو حتى الاخر، غنعطيكم السر ديال هذاك الملوي في الطح في الطياب ديالو، حيت لا ما عرفتوش طيبوه انا ما غاديش نصدق لكم. يعني السر موجود حتى في الطياب ديالو باش كيجي هذاك الملوي محلول من كتكونوا كطيبوه وهو كيتحل لكم، يعني ما يجيكمش مدقس ولا ما محلولش. يعني غير تبعوا الفيديو باش تشاهدوا كل شيء. وهنا اخر حاجه كنضيفوها هي خميره الحلويات. كنضيفوا 4 غرام، نص الكميه ديال خميره الحلويات. ولا كنتو دايرين كيلو ديال الدقيق كتضيفوا خماره كامله. صافي هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات غندوزو باش نطبقوا هاد الخليط على الملوي ديالنا. صافي هنا كناخذ العجين الاولى اللي قطعت. صافي كندهن سطح العمل اللي ديجا نظفناه بطبيعه الحال. كنسرح هذاك العجين على هذا الشكل كيف ما شفتوا. هنا ما كنكثرش الزيت، غير شويه تاع الزيت باش ما كيجيكمش هذاك الملوي عامر بالزيوتات ويضركم في المعده ديالكم. يعني كنديروا غير شويه تاع الزيت وكنبقاو نورقوا هذاك العجين ديالنا وكنشكلوا على شكل مستطيل، واخا تقطع لكم ماشي مشكل. صافي كتبقاو تتورقوها مزيان. من بعد كنخلطوا هذاك الخليط مزيان وكنهزوا منه واحد الكميه وكندهنوا بها هذيك العجين ديالنا. من بعد كنطويو العجين على هذا الشكل، على شكل مسمنه بحال هكذا. وكناخذوا شويه ديال هذاك الخليط كنعاودو ندهنوا الوجه ديال هذا العجين على هذا الشكل، وحنا كنورقوا بطبيعه الحال. صافي من بعد كنبداو كنلويو العجين ديالنا، وخصها ضروري تلويوها وهي مرخوفه باش كيجيكم هذاك الملوي محلول وكيجيكم زوين. والاخر تاع العجين كندخلوه في الوسط وكنلويو هذاك العجين على هذا الشكل. من بعد كنقلبوها وكنضغطوا عليها وكتجي بهذا الشكل كيف ما شفتوا. الطريقه راه سهله وبسيطه. انا نعاود معكم هنا واحده اخرى. كندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنورقوا المسمنه ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. يعني حاولوا العجين تردوها مستطيله باش كتسهل لكم العمليه وكتجيكم العجين ديالكم مقاده. حاولوا تورقوها مزيان باش يجيكم اللوي ديالكم ما يجيكمش مدقس، يجيكم يعني زوين ويجيكم خفيف ومورق. صافي من بعد كناخذوا كميه ديال هذاك الخليط كندهنوه، ومن بعد كنطوي العجين ديالنا على هذا الشكل. يعني حاولوا تقادوا العجين ديالكم مزيان، ومن بعد كندهنوا الوجه ديالو وكنبقاو كنورقوا. صافي من بعد كتبقاو كطويو العجين ديالكم خصها تكون مرخوفه بهذا الشكل. والعجين اللي كتكون في الاخر كندخلوها في الوسط بهذا الشكل وكنلويوها وكنقلبوا العجين ديالنا وكتصبح الملويه ديالنا على هذا الشكل. يعني الطريقه اللي هي سهله بزاف وكيجي بها هذا الملوي كيجي اكثر من رائع. يعني ولو تكونوا ما عمرك قاديتي الملوي جربي هذه الطريقه اللي عطيتك من الاول خطره غتقديه غادي يعجبك الملوي ديالك وغيجي غزال، غيجي مقرمش ومحلول. يعني غنعطيكم جميع الاسرار
تاع هذا الملوي باش حتى نتوما يصدق لكم من الاول خطره، واللي ما كانش كيصدق ليها غادي يولي يصدق لها الملوي ديالها، واللي كلا عندك غادي يسولك شنو دايره في هذا الملوي، حيت فعلا كيجي خطير في المذاق ديالو، كيجي رائع، كيجي خفيف، ما كيضر في المعده ما حتى شي حاجه، حيت ما كيجيش عامر بالزيوتات وبالزبده بزاف، يعني كيجي ناشف وكيجي زوين، يعني ما تيكونش فيه داك ليدان بزاف اللي كيضر، يعني غتاكلي وحده وتاكلي ثانيه وما غدير لك حتى شي حاجه. يعني غير جربوه وتبعوا الفيديو حتى الاخر باش ما تفلتوا حتى شي حاجه. صافي هنا درت لكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه ديال هذا الملوي كيف ما شفتوا، راه الطريقه سهله دغيا ممكن تحضروا بها الملوي ديالكم في اسرع وقت. واللي بغات توجد الملوي ديالها وديروا في الكونجيلاتور دير ليه غير نص طيبه، راه ممكن ديروا ليه بحال هكذاك، ومنين تبغيو كتجبدوه كتعاودوا طيبوه كيجي بحال يلاه صوبطوه. صافي هنا الملوي ديالي من بعد ما كملته، هنا راه وقت ما قديت شي ملويه كنغطيها باش ما يجينيش ناشف في الوجه ديالو وما تكونش فيه هذيك القشره اللي كتكون من الفوق. صافي هنا من بعد ما كملت الملوي ديالي كامل كنجي كنقرصو على هذا الشكل كيف ما شفتوا. هنا ما كتقرصوهاش يعني بزاف حتى كتلصق، وما كتخليوهاش يعني غليظه، يعني غير قياس شويه كتقرصوها من الجوانب ومن الوسط. هانتوما راه الفقاعات راه طالعين في الجوانب كيف ما كتشاهدوا، راه العجين كتكون ناجحه كتبان لكم، ملي كيبان لكم هذوك الفقاعات كتعرفوا العجين ديالكم ناجحه والملوي ديالكم ناجح. صافي هنا كناخذ واحد المقله كندير فيها شويه ديال الزيت باش ما يلصقش ليا هذاك الملوي. صافي كنبقى كنحط الملويات ديالي على هذا الشكل. هنا راه كندير في المقله 4، يعني دغيا كطيبوها ما كياخذش منكم بزاف تاع الوقت. غير هو بالنسبه الملوي الا بغيتوه يجيكم محلول ويجيكم زوين، يعني خصكم تبقاو تقلب شقلب في الملويه باش تحل لكم. هذا هو السر تاع الملوي في الطياب ديالو، ماشي تخليوها حتى تطيب على واحد الجهه عاد كتقلبوها، لا كي كتحطوها هانتوما هنا كي كتحطوها شوفوا ما شاء الله الملوي كيفاش ناجح، دوك الفقاعات كيبانوا لكم في الجوانب كيخرجوا فيه. صافي هنا كي حطيت الملويه ديالي دغيا كنقلبها وما كنبقاش نكثر عليها فوق منها الزيت ولا شي حاجه، صافي تنكتفي بهذيك الزيت اللي كاينه في المقله باش ما يجيكمش يدم بزاف. يعني صافي هنا كنبقى كل شويه كنقلب ونشقلب حتى كيتحمر هذاك الملوي وكيجيكم محمر وكياخذ واحد اللون ذهبي اللي كيكون زوين وكيجي مقرمش من برا. وبالنسبه لهذا الملوي الا بغيتو طيبوه ما تجهدوش عليه العافيه، يعني النار تكون متوسطه، يعني الا كانت مجهده بزاف راه غيتلهب لكم وغيجيكم ما يجيكمش طيب من الداخل، يعني تكون النار متوسطه باش كيجي طيب من الداخل. وملي كتبقاو تقلبوا فيه يعني كيتحل كيتورق غير راسو. راه ملي كتقيسوش الملويه كتلقاوها محلوله ومورقه غير راسها. صافي كنبقاو مستمرين على هذا الشكل كنقلبوا في هذا الملوي ونقلبوا فيه حتى كيتحمر. ها نتوما حليت لكم هذه راه محلوله راهي سخونه ما قديتش عليها. انا غادي نوريكم وحده اللي كتكون ما بقاش سخونه بزاف غنوريها لكم. شوفوا ما شاء الله الملوي ديالنا كيفاش كيجي اللون ديالو كيجي رائع بزاف. وهنا راه هاد الملوي دغيا كيوجد دغيا كتوجدوه ما كياخذش لكم الوقت. حتى في الطياب ديالو كديروا في المقله 4 حيت انا دايرهم غير متوسطين ما دايرهمش كبار بزاف، اللي كديروا 4 الملويات دغيا كيطيبوا. هانتوما انا غنحط واحد الملويه اخرى باش تشوفوا مزيان حتى الملوي كيفاش كيجي. هنا ملي كنحطو في المقله راه كنقرصو واحد شويه كي كنحطها صافي كنعاود نقلبها، يعني ما كنخليهاش كتحمر وتولي اللون ديالها ذهبي عاد نقلبها، لا في البلاصه كتقلبوها كتبقاو تقلبوا حتى كيتحمر باش كيجيكم مقرمش ومحلول. هانتوما غنوريكم هاد الملويه شوفوا كيفاش محلوله. شفتوا ما شاء الله الطورق كيفاش جاي، يعني ما كيجيش مدقات ولا شي حاجه كيجي رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا. شوف ما شاء الله كيفاش كيجي المنظر ديالو. انا ضروري تضربوا بالملوي ديالكم على هذا الشكل باش كيتحل لكم مزيان. شوفوا ما شاء الله الطورق كيفاش داير كيجي مورق ورقه على ورقه ما شاء الله، وكيجي مقرمش من برا ولا كليتو راه ما تشبعوش منه، راه كيجي غزال. غير جربوه يعني عن تجربه وغادي يولي معتمد عندكم. هانتوما شوفوا ما شاء الله راه كلهم الملويات وحده على وحده كلهم ورقين طوريق واحد. يعني لا جربتوه راه غادي ما غاديش باقي يخطاكم وغادي يعجبكم. نتمنى هذا الملوينه الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد.